وشوقاه إلى مالك فقال لي: قد بل الله شوقك. فكأنه كان مستعرا يلتهب ونارا تتلظى، فقال: قد بل الله شوقك. انظر إلى هذا البعير الأورق فإنه أحسن جمالنا ونحن على رحيل، يعني نحن على نية السفر الآن ونحن على رحيل، ولك منا حسن الصحبة حتى تصل إلى مالك. فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضها إلى بعض، والقطار من الإبل هو ما كان من جمل قد ربط إلى جمل يسير خلفه، فهو قطار إبل. وقد أخذ منه لفظ القطار لذلك القطار، وأما في الأصل فهو قطار الإبل التي تقطر بعضها إلى بعض فتصير قطارا يتتابع. انظر إلى هذا البعير الأورق فإنه أحسن جمالنا ونحن على رحيل، ولك منا حسن الصحبة حتى تصل إلى مالك. فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضها إلى بعض وأركبوني البعير الأورق، وأخذ القوم في السير وأخذت أنا في الدرس. فختمت من مكة إلى المدينة 16 ختمة، بالليل ختمة وبالنهار ختمة، ودخلت المدينة في اليوم 8 بعد صلاة العصر، وله من العمر 14 سنة، وما نبت بعارضيه شعر بعد. فلما كان في الطريق من مكة إلى المدينة طالبا للعلم قال: ختمت 16 ختمة، بالليل ختمة وبالنهار ختمة، ودخلت المدينة في اليوم 8 بعد صلاة العصر، بختام 16 ختمة في اليوم 8 بعد صلاة العصر دخل مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودنوت من القبر فسلمت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هنالك بالروضة الشريفة. دنوت من القبر فسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأيت مالك بن أنس مؤتزرا ببردة متشحا بأخرى، جعل بردة إزارا وجعل أخرى وشاحا كالرداء على كتفيه. مالك رحمة الله عليه هو المفتي في المدينة، وهو المتكلم فيها بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي إليه الناس من أطباق الأرض ومن جهاتها الأربع يطلبون العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جالس هو وحوله تلامذته بالروضة، وقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمة بقرب. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فكان مالك رحمة الله عليه جالسا يحدث ويتحدر من ثناياه العلم الذي أثره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الشافعي رحمة الله عليه وهو ابن 14 سنة، فدخل مع العصر فوجد الحلقة قائمة، ووجد مالكا رحمة الله عليه يحدث. قال مالك رحمه الله: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر، وضرب بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشافعي رحمه الله: فلما رأيت ذلك هبته مهابة عظيمة. لما رأيت ذلك
لأنه يعلو بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد عال جدا. قال حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وأهوى بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهبته مهابة عظيمة وجلست حيث انتهى بي المجلس. مالك يحدث، الطلاب يكتبون. وكان مالك رحمة الله عليه يرى كما هو الشأن في طلب العلم عند أهل المدينة أن أعلى درجات التحمل 8 الأخذ عن الشيخ بالعرض عليه، لا بقراءة الشيخ على طلابه، وإنما بالعرض على الشيخ. وكان مالك رحمة الله عليه لا يحدث قراءة على أحد، وإنما يقرأ عليه وهو يسمع رحمة الله عليه. الشافعي رحمة الله عليه سمع مالكا رحمه الله في ذلك الأوان يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، والطلاب يكتبون، والشافعي قادم من سفر ولم يكن مهيئا بدفتر وقلم ودوات ومداد من أجل أن يكتب وراء شيخه رحمة الله عليه. قال فأخذت عودا من الأرض فجعلت كل ما أملى مالك حديثا كتبته بريقي على يدي. والإمام مالك رحمه الله ينظر إلي من حيث لا أعلم حتى انقضى المجلس. مالك يحدث رحمة الله عليه، والشافعي يكتب. أخذ عودا فجعل الريق مدادا وجعل الراحة صحيفة، وأخذ يغمس عوده في مداده يخط على صحيفته، يعني على راحته. ومالك يراه من حيث لا يراه حتى انقضى المجلس. قال وانتظرني مالك أن أنصرف فلم يرني أنصرف، فأشار إلي فدنوت منه، فنظر إلي ساعة ثم قال أحرمي أنت؟ قلت حرمي. قال أمكي أنت؟ قلت مكي. قال أقرشي أنت؟ قلت قرشي، لأن الشافعي رحمة الله عليه كان ينتهي نسبه في جده السادس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أقرشي أنت؟ قلت قرشي. قال كملت أوصافك، حرمي قرشي مكي، ولكن فيك إساءة أدب. يقول الإمام مالك للإمام الشافعي في ذلك الوقت كملت أوصافك نسبة ولكن فيك إساءة أدب. قلت وما الذي رأيت من سوء أدبي؟ قال رأيتك وأنا أملي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم تلعب بريقك على يدك. أملي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بريقك على يدك في مجلس التحديث. فقلت له عدمت البياض، يعني لا قرطاس لدي كما تقول، وما كتب من سوداء في بيضاء، يعني ما استخدم مدادا ليكتب على قرطاس. قال عدمت البياض فكنت أكتب ما تقول. فجذب مالك يدي إليه فقال ما أرى عليها شيئا، يعني قد كتبت على راحتك فأي لا أرى عليها شيء. فقلت إن الريق لا يثبت على اليد، ولكن فهمت جميع ما حدثت به منذ جلست وحفظته إلى حين قطعت، يعني منذ دخلت وأنت تقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وأهوى بيده إلى قبر المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. قال فهمت جميع ما حدثت به منذ جلست وحفظته إلى حين قطعت.
فتعجب الإمام مالك من ذلك فقال: أعد علي ولو حديثا واحد. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وأشرت بيدي إلى القبر كإشارته عن صاحب هذا القبر، حتى أعدت عليه 25 حديثا حدث بها من حين جلس إلى وقت قطع المجلس وسقط القرص، يعني وأقبل الليل. فصلى مالك المغرب وأقبل على عبده وقال: خذ بيد سيدك إليك. خذ بيد سيدك إليك في مقابل فيك إساءة أدب، وفي مقابل رأيتك وأنا أملي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم تلعب بريقك على يدك، وفي مقابل إن الريق لا يثبت على اليد، يقول الشافعي، فيقول له الإمام مالك: أعد علي ولو حديثا واحدا. وفيه ما فيه في هذا القول ما فيه من نبرة التحدي، أنت تعبث ولا أدب عندك في مجلس العلم، وأنت فيك إساءة أدب، ثم يقول لعبده: خذ بيد سيدك إليك، وهو ابن 14 سنة وسألني النهوض معه. قال الشافعي رحمه الله: فقمت غير ممتنع إلى ما دعا من كرمه، فلما أتيت الدار أدخلني الغلام إلى خلوة في الدار وقال لي: القبلة في البيت هكذا، وهذا إناء فيه ماء، وهذا بيت الخلاء. عدت طالب العلم في أي بيت، القبلة ها هنا، وهذا إناء فيه ماء للوضوء، وهذا بيت الخلاء. ماذا يريد طالب العلم في أي موضع سوى هذا؟ القبلة ها هنا، وهذا إناء فيه ماء، وهذا بيت الخلاء. قال الشافعي رحمه الله: فما لبث مالك رحمه الله حتى أقبل هو والغلام حاملا طبقا، فوضعه من يده وسلم الإمام عليه، ثم قال لغلامه: اغسل علينا. ثم وثب الغلام للإناء وأراد أن يغسل علي أولا. على الشافعي أخذ الغلام الإناء وأراد أن يصب على يدي الشافعي أولا ليغسل يديه، فصاح عليه مالك وقال: الغسل في أول الطعام لرب البيت، وفي آخر الطعام للضيف. الغسل في أول الطعام لرب البيت، وفي آخر الطعام للضيف. وهو أدب من أدب الإسلام العالي، فلا يغسل الضيف قبل رب البيت أولا ويظل منتظرا حتى يفرغ رب البيت من غسله لكي يقبل بعده على الطعام، وإنما يغسل رب البيت أولا وينتظر أو يعد، ثم يغسل الضيف لكي يأخذ من حين ينتهي من غسل يديه في الطعام مباشرة. وعلى الضد من ذلك يكون الشأن في آخر الطعام، فإذا ما فرغ من الطعام غسل الضيف أولا. قال الشافعي: فاستحسنت ذلك من الإمام مالك رحمه الله، وسألته عن شرحه، فقال: إنه يدعو الناس إلى كرمه، فحكمه أن يبتدئ هو بالغسل، وفي آخر الطعام ينتظر من يدخل فيأكل معه. وهذه أخرى، يقول: إنه يدعو الناس، أي رب البيت يدعو الناس إلى كرمه، فحكمه أن يبتدئ هو بغسل يديه، وفي آخر الطعام لا يغسل أولا، وإنما ينتظر من يدخل فيأكل معه. قال الشافعي رحمه الله: فكشف الإمام رحمه الله الطبق، فكان فيه صحفتان، في إحداهما لبن والأخرى تمر، فسمى الله تعالى وسميت، فأتيت أنا ومالك على جميع الطعام. وعلم مالك أننا لم نأخذ من الطعام الكفاية، فقال لي: يا أبا عبد الله، يقول ذلك للإمام الشافعي:
لتلميذه وله من العمر 14 سنة. هذا جهد من مقل إلى فقير معدم. فقلت لا عذر على من أحسن، إنما العذر على من أساء. ما السن ها هنا؟ ما قيمته وما شأنه؟ لا قيمة له عند من يحسن أن يقول وهو ابن 14 سنة لا عذر على من أحسن إنما العذر على من أساء. الذي يحسن أن يقول هذا الكلام طاعن في سن الخبرة، متجاوز لحد الشباب والكهولة والشيخوخة والهرم. قال الشافعي رحمه الله: فأقبل مالك يسألني عن أهل مكة حتى دنت العشاء الآخرة، ثم قام عني وقال: حكم المسافر أن يقل تعبه بالاضطجاع. فنمت ليلتي، فلما كان في الثلث الأخير من الليل قرع علي مالك الباب فقال لي: الصلاة يرحمك الله. يغريه بالصلاة ويأمره بأن يأخذ بها رحمة الله عليه. فرأيته حامل إناء فيه ماء فتبشع، يعني صار بشعا جدا علي ذلك أن يحمل الإمام الماء بنفسه من أجل أن يصب عليه. فقال لي: لا يرعك، لا يفزعك ما رأيته فخدمة الضيف فرض. لا يرعك ما رأيته فخدمة الضيف فرض. قال الشافعي رحمة الله عليه: فتجهزت للصلاة وصليت الفجر مع الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لا يعرف بعضهم بعضا من شدة الغلس، الظلمة التي تكون في آخر الليل وقبل انفجار الصبح وقبل ميلاد الضياء. وجلس كل واحد منا في مصلاه يسبح الله تعالى إلى أن طلعت الشمس على رؤوس الجبال. فجلس مالك في مجلسه بالأمس وناولني الموطأ أمليه وأقرأه على الناس وهم يكتبون. فكان مالك القارئ بين يدي الإمام، فكان الشافعي رحمه الله القارئ بين يدي الإمام مالك في الموطأ يسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد الإمام مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقارئا ما هنالك أيضا من بلاغات مالك عليه الرحمة، والناس يكتبون. وكان من شدة هيبته لشيخه رحمة الله عليهما أنه كان يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا حتى لا يسمع وقعها، رحمة الله عليه. فيه حس وفيه إحساس، انتفت عنه الغلظة وانتفت عنه القسوة وانتفت عنه الفظاظة، وكان كما رأيت من بدء طريقه في طلب العلم مخلوقا لهذا الشأن رحمة الله عليه. قال الشافعي: فأتيت على حفظه من أوله إلى آخره، وأقمت ضيف مالك 8 أشهر، فما علم أحد من الأنس الذي كان بيننا أينا الضيف. ظل 8 أشهر ضيفا على مالك رحمة الله عليهما. وأما الأنس الذي كان بينهما وهو أنس بالعلم يجمع القلوب وإن تفاوتت السنون وإن علت المراتب مختلفة متباينة. يقول: فما علم أحد من الأنس الذي كان بيننا أينا الضيف. ثم قدم على مالك المصريون بعد قضاء حجهم زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واستماع الموطأ. قال الشافعي: فأمليت عليهم حفظا، حفظ الموطأ من قراءته على الناس لأول مرة رحمة الله عليه. فلما جاء المصريون بعد قضاء الحج مصعدين في طريقهم من مكة زادها الله شرفا إلى المدينة النبوية زادها الله عزا، مصعدين إلى الشمال،
من أجل أن يعودوا إلى مستقرهم مروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة المسجد النبوي ولسماع الموطأ على مالك رحمة الله عليه. قال الشافعي: فأمليت عليهم حفظا، منهم عبد الله بن عبد الحكم، منهم عبد الله بن عبد الحكم وأشهب وابن القاسم. قال الربيع: وأحسب أنه ذكر الليث بن سعد، وهذا في الحق غير صحيح، لأنه بينه وبين الشافعي كثير، ثم قدم لا كثير من حيث الزمان المتطاول، وإنما لم يلقه، ثم قدم بعد ذلك أهل العراق لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشافعي: فرأيت بين القبر والمنبر فتى جميل الوجه نظيف الثوب حسن الصلاة، فتوسمت فيه خيرا فسألته عن اسمه فأخبرني، وسألته عن بلده فقال العراق، فقلت: أي العراق؟ فقال: الكوفة. قلت: من العالم بها والمتكلم في نص الكتاب والمفتي بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى. قال الشافعي: فقلت: ومتى عزمتم تضعنون ترتحلون؟ فقال لي: في غداة غد وقت الفجر. فعدت إلى مالك فقلت له: خرجت من مكة في طلب العلم بغير استئذان العجوز، يعني أمة، أفأعود إليها أو أرحل في طلب العلم؟ فقال لي: العلم فائدة يرجع منها إلى فائدة، ألم تعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب؟ قال الشافعي رحمه الله: فلما أزمعت على السفر زودني الإمام مالك رحمه الله، فلما كان في السحر سار معي مشيعا إلى البقيع، ثم صاح بعلو صوته: من يكري راحلته إلى الكوفة، من يؤجر راحلته إلى الكوفة؟ فأقبلت عليه وقلت: بما تكتري وليس معك ولا معي شيء؟ فقال لي: انصرفت البارحة بعد صلاة العشاء الآخرة إذ قرع علي قارع، طرق علي الباب طارق، فخرجت إليه فأصبت ابن القاسم، فسألني قبول هديته فقبلتها، فدفع إلي صرة فيها 100 دينار، وقد أتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيالي. الكلام لمالك: أتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيالي، فاكترى لي ب4 دنانير ودفع إلي باقي الدنانير وودعني وانصرف.